بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي أحبابي الغاليين، كيف الحال؟ نتمنى تكونوا مزيانين. مرحبا بكم معايا في الفيديو ديال هذا النهار. تحياتي للجميع، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ودائما تشجعوني باش نقدم لكم المزيد من الفيديوهات والمزيد من المعلومات إن شاء الله. في الفيديو ديال هذا النهار غادي نهضروا على ديودورون أوشوايا. ديودورون أو مزيل رائحة العرق من أوشوايا. المنتوجات ديال هاد الشركة هذه رائعة جدا، فيها واحد الرائحة اللي هي زوينة، كتدوم لمدة طويلة. بالنسبة لهذا الديودورون هذا، الرائحة ديالو أو العطر ديالو كيدوم 48 ساعة، خاصة حنا دابا في فصل الصيف ودائما كنحتاجو لشي حاجة يعني عطرة، شي حاجة تكون فيها شي ريحة زوينة باش كتغطي لنا على الرائحة ديال العرق. بزاف كانت يعني كتكون عملية التعرق أثناء فصل الصيف بكثرة، وكنحتاجو شي ديودورون أو شي مزيل لرائحة العرق. وكان كيعجبوني هاد الأنواع هادو شوية هذا. خديت منه جوج أنواع، واحد النوع ديال الرمان وواحد النوع ديال الفاني. وغادي نعطيكم شي معلومات على هاد الديودورون هذا ديال أوشوايا. فيه ديودورون سائل اللي كنستعملوه تحت البيطان ديالنا، تحت الابطين، وكذلك فيه جيل دوش او جيل الاستحمام ديال أوشوايا، حتى هو زوين، الرائحه ديالته زوينه بزاف وكتدوم في الجسم بعد الاستحمام مده طويله. وهذا الديودورون الاول اللي كتشوفوا معايا باللون الوردي او بالغوز، بمستخلصات الرمان المغربي، يعني الرمان ديال المغرب مناش صنعوا هذا الديودورون هذا اللي هو باللون الوردي. يعني فيه مكونات ذات اصل طبيعي، مكونات طبيعيه، والرائحه كتدوم مده طويله، وهو ضد البقع، يعني ما كيخليش لينا دوك لي تراس او دوك البقع البيضاء على الملابس او على الجلد. كيعطي واحد العطر منعش للجسم وللملابس طيله النهار. يعني طيله النهار كنبقاو نشمو ديك الرائحه في الجسم ديالنا بعد ما كنوضعوه، يعني كنرشوه على الابطين، تحت الابطين او على الملابس ديالنا، وما ما كيخليش دوك البقع البيضاء على الملابس. واخا نديروه فوق الحوايج ديالنا يعني ما كيخليش دوك البقع، وكذلك كيخلي واحد الرائحه عطره في الابطين، وكيغطي على رائحه العرق. الرائحه ديال العرق اللي كتكون مزعجه وكتكون فيها واحد الرائحه كريهه خاصه في فصل الصيف. مع هاد الديودورون هذا فكيغطي عليها وما فيهش حتى شي اضرار، يعني واخا نستخدموه على الابطين ما فيه حتى شي مشكل. ديودورون زوين وعجبني، كنستخدموه خاصه في فصل الصيف، وكيعطي واحد الانتعاش وواحد العطر اللي هو خفيف وزوين ولذيذ جدا، يعني بحال الا درتي شي عطر بالنكهه ديال شي ماكله، شي فخوي، يعني شي فاكهه او شي يعني شي زهره فيها واحد الرائحه زوينه. هاد الغوز كما قلت لكم، هاد الوردي بالمستخلصات ديال الرمان ديال المغرب بالضبط. والديودورون الثاني هاد الصفر بنكهه الفانيلا، الزهره ديال لافاني ديال مدغشقر مكتوب عليه. انا كنقرا لكم هادشي اللي مكتوب فوق القنينه، الفاني ديال مدغشقر، ماشي ديال شي بلاد اخرى. يعني الرمان ديال المغرب، والفاني ماشي ديال المغرب، ديال مدغشقر. وكذلك حتى هو فيه نفس المميزات، وبجوج بهم بحال بحال في المميزات والخصائص، فقط كتختلف الرائحه والعطر ديالهم والمستخلصات. يعني الحاجه مناش صنعوا الديودورون الاول ماشي نفسها صنعوا منها الديودورون الثاني، الاول بالرمان والثاني بالفاني. وكذلك فيه الوان اخرين بتركيبات اخرى وبمستخلصات اخرى مختلفه عن هاد الجوج اللي جبت لكم. كيغطي على الرائحه ديال العرق بشكل جيد، يعني ما بقيناش كنشموا الرائحه ديال العرق، كيخفيها يعني كيخبيها، ورائحه تدوم لمده طويله، وكيعطينا واحد العطر اللي هو منعش، كيعطينا الانتعاش في الجسم ديالنا، ورائحه زوينه وكذلك رائع ومميز. انا جربتهم بجوج وعجبوني بجوج، وكنصحكم بهم في هذا الصيف وفي هذه الحراره ديال الصيف. مع العرق ومع هذا كيخصنا ضروري شي مزيل للعرق، شي حاجه امنه، شي حاجه ما فيها حتى شي اضرار، شي حاجه اللي نكونوا نستخدموها بلا ما نخافوا منها. المهم شريت هاد جوج ديودورونات بجوج، وبغيت نشاركهم معكم ونشارك معكم التجربه ديالي، كنتمنى يعجبكم حتى نتوما. والطريقه ديال الاستعمال قبل ما نستخدموا هاد ديودورون، يعني قبل ما نرشوه على الجسم ديالنا او على تحت الابطين، كنبعدوا القنينه. اولا كنحركوها شويه ضروري، وكنبعدوا شويه على الابط ب 15 سنتيمتر تقريبا، يعني كنخلي واحد المسافه بين القنينه وبين الابط ديالنا، ماشي كنرشوا مباشره على الابطين، كنبعدوا بواحد المسافه اللي هي تقريبا 15 سنتيمتر، راه مكتوب على القنينه. وكنرشوا يعني كنعطروا الابطين ديالنا او الجسم ديالنا او الملابس ديالنا. القنينه اللي كتشوفوا معايا القريعه هذه فيها 200 مل، 200 مليلتر، والثمن
38 درهم في مرجان. راه كيتواجدوا بزاف في لي غروند سيرفاس بحال مرجان وبحال كارفور وبحال كيبيعوهم حتى المحلات ديال اللي كيبيعوا مستحضرات ديال التجميل والكريمات وداكشي والروايح. راه غتلقاو عندهم هاد شويه، هو معروف بزاف يعني، واحد الماركه عالميه، وكننصحكم بها في فصل الصيف. الرائحه زوينه، تدوم لمده طويله، منعشه، وكتعطر لنا الجسم ديالنا والابطين ديالنا، وكتغطي على رائحه العرق، وكتزيد وكتحيد لنا يعني داك الرائحه الكريهه ديال التعرق او ديال العرق. راه فيه جيل دوش، وفيه جيل الاستحمام زعما، وفيه ديودورون سائل اللي ما بغاش ديودورون هكا سبراي، كياخذ ديودورون السائل اللي كنوضعوه مباشره على الابطين. وكان هذا الفيديو ديال هذا النهار، والمعلومات اللي جبت لكم حول ديودورون او مزيل رائحه العرق من اوشوايا. كنتمنى يعجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس تدعموني باش نقدم لكم المزيد من الفيديوهات والمزيد من المعلومات ان شاء الله. دمتم بالف خير، والى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.